السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. يومنا النهاردة إن شاء الله يوم مليان بالأفكار والوصفات الحلوة البسيطة الاقتصادية الخفيفة. هنزرع مع بعض النعناع وهنعمل كيك حلو جدا وهنعمل وصفات جميلة هتعجبكم بإذن الله. تابعوا معنا الفيديو وإن شاء الله تستفيدوا النهاردة من أفكارنا ووصفاتنا. بس قبل ما ندخل على فيديو النهاردة يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. انا جبت 4 برتقانات من البرتقان اللي انا كنت جايباه معاكم في فيديو المشتريات. مسكتهم غسلتهم كويس جدا بالفرشة بتاعة الفاكهة، ويا ريت لو عندك الفرشة تستخدميها لانها بتسهل كتير جدا. غسلتهم كويس جدا ونضفتهم ونشفتهم من المية اللي فيهم، وابتديت بقى اقطعهم كده واشيل اي شيء غير مرغوب فيه، البذر بقى، الجلد اللي بيبقى موجود كده في البرتقان، اي حاجة بحس ان هي مش حلوة ببتدي اشيلها، لان الوصفة بتاعتنا النهاردة بتحتاج برتقان بقشره. بس في شوية تريكات كده هتظبط معاكي الوصفة لو عملتي اللي انا قلت عليه بالظبط. فانا عملت ال4 برتقانات دول وابتديت اشيل منهم البذر واي شيء غير مرغوب فيه. تقدري تعملي الوصفة دي بالبرتقان البلدي، وتقدري تعمليه بالبرتقان اللي هو ابو سرة، وعملته معاكم قبل كده بالبرتقان اللي هو ابو سرة، بس في اختلاف بسيط في الوصفة النهاردة. بعد ما قطعت ال4 برتقانات بتوعي نزلت عليهم بكوبايتين من السكر ونص كوباية من الزيت وبيضة واحدة بس. لو حابة تقللي المقدار للنص تقدري تقللي. حطيت كمان معلقة كبيرة من الخل. ابتديت اضرب المكونات دي كلها في الخلاط. انا عايزه اضربهم كويس جدا لحد ما اتاكد ان البرتقان بتاعي داب تماما، واتاكد كمان ان في فقاعات ظاهره بالشكل ده كده في الخليط بتاعي. بعد كده جبت صينيه مقاس 30 وابتديت ادهنها بشويه من الزيت ومعلقتين كبار من الدقيق علشان ابطنها، علشان الكيك بتاعنا ما يلزقش معانا. هبتدي ابطنها كده بالشكل ده من الجناب ومن الارضيه. لو الصينيه بتاعتك بايركس مش هتدهنيها باي حاجه خالص، بس انا حبيت النهارده اعمل الكيك في الالومنيوم عشان الالومنيوم اكتر حاجه بتنجح الكيك معانا. بعد كده جبت 3 كوبايات من الدقيق، هضيف لهم 3 كوبايات ونص من الدقيق، هضيف لهم نص كوبايه من النشا. انخلي الدقيق كويس جدا، وقبل ما تشتغلي في خليط الكيك بتاعك لازم يكون الفرن شغال معاكي من قبل ما اشتغل في خليط الكيك. نزلت كمان بكيس من البيكنج باودر ورشة من الملح. يبقى انا معايا هنا 3 كوبايات ونص من الدقيق ونص كوباية من النشا. النشا ضرورية جدا في الوصفة دي، وكمان رشة من الملح وكيس كامل من البيكنج باودر. ابتديت اضيف الخليط بتاعنا. مش قادرة اقول لكم بقى على ريحة البرتقان، يعني هي ولا محتاجة فانيليا ولا محتاجة حاجة. هخلط الخليط بتاعي كله ببعضه كده، بس لو حسيتي انه تقيل معاكي شوية ضيفيله شويه من الميه. انا ضفت له ربع كوبايه من الميه، وهنا على حسب نوع البرتقان بتاعك ميته كتيره ولا لا. يعني انت ما تضيفيش الميه الا اذا حسيتي ان خليط الكيك تقيل معاكي. بصوا ده القوام المظبوط اللي هيطلع معاكي كيكه هشه وطريه جدا باذن الله. دخلتها في الفرن على درجه حراره 180. انا مولعه الفرن من تحت بس، وحطاها على الرف الوسطاني، وابتديت اظبط التايمر بتاعي على حوالي ساعه الا ربع كده. بعد كده جبت كيلو من الدقيق، ضفت له حوالي معلقه صغيره من الملح، نص كوبايه من السكر، معلقتين 3 كبار كده من اللبن البودر، ومعلقه كبيره من اليانسون المطحون، وابتديت اقلب المكونات بتاعتي كده مع بعض. ضفت كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه. بعد كده بقى هبتدي انزل بالماده الدهنيه بتاعتي. انا حطيت كوبايه من السمنه، وهنزل عليها كمان بنص كوبايه من الزيت. الزيت هنا هيخلي الخليط بتاعنا مقرمش، والزبدة هتخليها طرية شوية. بعد كده بقى هبتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعض. وهنا بقى بسي كويس جدا بايدك. هنعمل قراقيش حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم، لانها خفيفة كده وطعمها حلو ومميز، وهتعجبكم جدا باذن الله. وهنحشيها كمان بالعجوة كده فهتطلع خطيرة جدا ان شاء الله. اهم حاجة بسي العجينة معاكي كويس جدا. بعد كده بقى نزلت عليها بحوالي كوبايتين كده من الشرش بتاع اللبن بتاع الجبنه القريش اللي احنا عاملينها مع بعض. احنا متفقين ان الشرش بتاع الجبنه القريش ده احنا ما بنرموهوش، لا احنا بندخله في وصفات ومعجنات، وهنعمل بيه النهارده وصفات حلوه جدا باذن الله هتعجبكم. العجينه خدت معايا كده حوالي كوبايتين من الشرش ده، وتقدري تستبدلي الشرش لو مش عندك بلبن رايب
حليب عادي، وممكن كمان تستبدليها بميه. العجينه بتاعتي خلاص كده اتلمت معايا، ما تتعجنش كتير، يا دوبك تلم بس كده وتنضف الطبق. هسيبها ترتاح بس حوالي 10 دقايق ونرجع لها تاني. بعد كده جبت كوبايه من الدقيق، ضفت عليها بقى فلفل اسود، ضفت عليها بابريكا، ضفت عليها كركم، ضفت عليها قرفه وزنجبيل وملح، وابتديت اخلط بقى المكونات بتاعتي دي كويس جدا. كوبايه الدقيق دي تضيفي لها نص معلقه صغيره من كل الحاجه اللي انا قلت عليها دي. قلبتهم برضو كويس جدا، وابتديت انزل عليهم برضو بالشرش بتاع الجبنه القريش اللي انا عاملاه. طيب لو انا ما عنديش شرش بتاع الجبنه القريش، تقدري تستبدليه برضو بلبن او زبادي او ميه بصل زي ما تحبي. بعد كده بقى جبت قطع الفراخ بتاعتي اللي انا كنت عاملاها في تقسيمه اللحوم. لو حابين اعمل معاكم التقسيمات زي ديت اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نعمل مع بعض كده تقسيمات سهله وبسيطه توفر معانا في الشهر باذن الله. سبت الخليط ده بقى كده مع بعضه كده يتشرب من التتبيله، وتتبيله بسيطه خالص، يعني البهارات دي موجوده في كل بيت، وتقدري بقى تستبدليها بالبهار اللي تحبيه زي ما انت عايزه خالص. وهنا بقى كنت متخيله ان التليفون بيصور، بس للاسف ما طلعش بيصور. فلو حابين تشوفوا الوصفه بتاعت القراقيش دي تاني، انا هوريكم شكلها في الاخر كده، بس لو حابين تشوفوا انا حشيت العجوه فيها ازاي اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله اصور الفيديو مره تانية واوريه لكم. بس انا برضو حبيت اشاركه معاكم، يعني بفكركم كده لو الوصفه انتوا عارفينها وتعرفوا تعملوها، بفكركم بيها. من الوصفات الحلوه جدا الخفيفه اللي تنفع في الفطار في العشاء. الصيف بقى يومه طويل كده، تقدري تاكليها في نص اليوم او حاجه. بعد كده سبتها تخمر، واول ما اطلع الكيك من الفرن هدخل القراقيش بتاعتي وهوريكم شكلهم في الاخر باذن الله. ابتديت بقى اشطب المطبخ بتاعي، وهنا كده حبيت اوريكم الزرع. انا فضيت الحوض الكبير اللي عندي في جراكن كده، ابتديت اقطعها وجرادي القديمه، وابتديت افضيها كده بحيث ما تاخدش مكان كبير عندي في البلكونه. وهنا بقى التربه زي ما انتم شايفين كده، تربه بودر خالص، كنت انا مقلباها الاول، وابتديت اجيب بقى العيدان بتاعتي كده وابتديت احطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا شفت الطريقه ديت في فيديو زراعه، بس يا رب ينجح معايا. ادعولي كده واكتبوا لي في التعليقات لو انتوا بتزرعوا وجربتوا طريقه الزرع بالشكل ده ولا لا، وان شاء الله كده نباشر مع بعض الزرع ونشوف في النهايه شكله هيطلع ولا لا. باذن الله يا رب يطلع كده، انا متفائله خير. يعني ان شاء الله الزرع ده يطلع حلو كده، ونملى بيوتنا كده بالنعناع والحاجات الجميله من غير ما نكلفها كتير ولا نكلفها اي حاجه. يعني ده كان هيترمي، بس قلنا نستفاد منه، وان شاء الله يا رب يطلع معانا كده ويظهر، وان شاء الله ابقى اوريكم شكله في الاخر. انا ابتديت كده يعني ادخل العيدان بتاعتي بتاعت النعناع، وبعد كده ابتديت اجيب برضو شويه تراب كده عليهم كمان على الوش، عشان اداري لو في اي عود ظاهر من فوق او حاجه. وبعد كده بقى ابتديت اسقيهم بالميه. انا حبيت احط ايدي كده علشان ما اعملش حفر في التربه بتاعتي. لكن لو انت عندك مثلا الازازه بتاعتك كده متخرمه من فوق هتسهل عليكي كتير جدا. المهم انا رشرشتهم الحوضين بالشكل ده، عملوا معايا الحوضين الحلوين دول، وان شاء الله نرويهم كل يوم وباذن الله يطرحوا معانا، وان شاء الله ابقى اوريكم شكلهم لو طرحوا باذن الله. هنا كده الكيك بتاعنا طلع من الفرن، سيبته يبرد شويه، وبعد كده هبتدي اوريكم شكله. انا فضيته هنا في صينيه، شايفين ما شاء الله شكله ولونه حلو جدا، وطعمه وريحته برضو جميله جدا. يعني عملنا كيك بتكلفه قليله، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم باذن الله. وهنا بقى وانا بقطع يعني ما شاء الله ما لحقتش، يعني كل واحد ابتدى يمد ايده وعايز ياخد حته كده، ودي اللي انا حبيت اوريكم شكلها في الاخر. شايفين الكيك هشه وطريه ولونها حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. ودي شكل القراقيش بتاعتنا اللي احنا حشيناها بالعجوه، بجد تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله اعملها لكم برضو تاني في فيديو بالتفصيل، وان شاء الله وصفاتنا تعجبكم باذن الله. لو وصلتوا لحد هنا يلا ندعي لاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي اهل غزه خاصه. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وأن تعيد لهم الأرض المقدسة، وأن تجعل المسجد الأقصى حرا شريفا آمنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. يلا بينا نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وهنا بقى كده حبيت أعمل الغدا، فجبت كمان كوباية من الدقيق، نزلت عليها بنص كوباية من النشا، والبهارات اللي أنا حطيتها في الخليط الأولاني بتاعنا هبتدي أحطها، اللي هي ملح وفلفل أسود وبابريكا وكركم، وتقدري تضيفي كاري كمان برضو بيخليها حلوة جدا، بس أنا ما كانش عندي، وضفت كمان شوية قرفة وشوية زنجبيل. قلبت المكونات دي كلها مع بعض، ومسكت صوابع الفراخ بتاعتي وابتديت أعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هحطها في الزيت واعمل جنبها شوية رز وشوية سلطة. يعني أكلة سريعة واقتصادية ما كلفتناش كتير، يعني مش لازم نعمل كميات كبيرة علشان نسعد أولادنا، ممكن بأقل تكلفة نسعدهم ونعمل لهم كل الوصفات وأجملها بإذن الله. هنا كده الزيت بتاعي يعني كان ساخن بس مش حامي قوي علشان الفراخ بتاعتي تستوي معايا كويس. أول ما تبتدي تاخد لون كده هبتدي اقلبها. وهنا لو تلاحظوا ان انا حاطه الزيت في حاجه ضيقه علشان انا عايزه يكون زيت غزير، بس ما احطش كميه زيت كبيره. كل ما الحاجه تكون واسعه كل ما تاخد منك كميه زيت كبيره، لكن كل ما تكون كده ضيقه كل ما تاخد منك كميه زيت قليله. وفي نفس الوقت تحافظي على نظافه البوتاجاز، لان الحيطه كده بتاعت الحله عاليه، فبالتالي مش هتوسخ البوتاجاز معاكي. فانا هعمل كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه كده، وانصحك ما تحطهمش على مناديل علشان المناديل هتخليها تطرى معاكي. يعني لو مش هتقدميها على طول حطيها كده على شبكة تتهوى علشان تفضل مقرمشة، وطعمها ان شاء الله هيعجبكم بإذن الله. سهلة وبسيطة وسريعة. اتمنى ان الوصفات تكون عجبتكم النهاردة. ده كان غدانا. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض. اللهم امين يا رب العالمين. اتمنى ان وصفاتنا وافكارنا النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من أيام طباخة مصرية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.